ها علاش الإخوان هاد الفيديو. واش عارفين شنو وقع في كان 2015؟ مجزرة تاريخية تحكيمية في حق تونس، واحدة من أكثر المباريات اللي بقات محفورة في ذاكرة الجمهور الإفريقي وخصوصا التوانسة. قصة كانت في ربع نهائي كأس إفريقيا، تونس ضد غينيا الاستوائية. الماتش كان حماسي بزاف، والمنتخب التونسي كان منظم وكيقدم أداء زوين، وقدر يسجل الهدف الأول في الدقيقة 69 وبان انه غادي يتأهل بسهولة. الجمهور فرحان واللاعبين حتى هما مركزين وكل شيء كيبان غادي يسالي مزيان، ولكن في الدقائق الأخيرة وقع الحدث اللي قلب المباراة كاملة. الحكم صفر ضربة جزاء لغينيا الاستوائية في الدقيقة 93. قرار صدم اللاعبين والجمهور وحتى المعلقين. بزاف ديال الناس قالوا باللي ما كانت حتى لمسة كتستاهل بينالتي، والبعض وصفها بواحد من أغرب القرارات التحكيمية في التاريخ ديال البطولة. غينيا الاستوائية سجلت التعادل ومباراة مشات للأشواط الإضافية. توانسة تأثروا نفسيا، والخصم استغل الفرصة وسجل الهدف الثاني، وهكذا تونس خرجت من الكان بطريقة درامية ومثيرة للجدل. ومن بعد الماتش الاحتجاجات كانت كبيرة، اللاعبين غاضبين والمسؤولين مصدومين والجمهور ما مصدق شنو وقع. وحتى الاتحاد الافريقي بنفسه يعتبر اداء الحكم ضعيف وقرر يوقفوه مدة. من ذاك النهار بزاف ديال المتابعين بقاو كيعتبروا ان هذا الماتش مثال على كيفاش قرار واحد تحكيمي قدر يبدل مصير مقابلة كاملة، بل وحتى تاريخ المنتخب. من ذلك الوقت وتونس متأثرة بزاف. السؤال دابا اللي كيبقى مطروح، واش كان غير خطأ بشري عادي، ولا فعلا كانت من أكبر الفضائح التحكيمية في الكرة الإفريقية؟ قول لي رأيك في التعليقات. واش حتى انت كتعتقد تونس ظلمات في هذاك الماتش ولا لا؟